ازيكم؟ انا لاحظت ان لما الراجل بيبقى عنده مشكلة جنسية بيتهرب من العلاقة. يعني مش بيحلها، بيتهرب منها. يعني الراجل لو عنده مثلا سرعة قذف او عنده مشكلة في الانتصاب او عنده مشكلة في اي تفصيلة من التفاصيل دي، او مثلا مريض متأخر زي السكر والكلام من ده، ربنا يعافي الجميع يا رب. فبتلاقيه بيهرب من العلاقة، ولا عايز يفتح كلام فيها، ولا عايز يعملها، ولا عايز يواجه اي حاجة. وكأنه بيقول ايه، نقفل الموضوع ده بقى يا جماعة، ما تكلمونيش في الموضوع ده. وكل ما مراته تيجي تكلمه او تنكشه او تلبس لبس مش عارف ايه وتحاول تتقرب منه، يعمل مشكلة وما يعملش حاجة. او لو عمل بيعمل تقضية واجب كده، خلاص يا ستي انا عملت اللي انا اقدر عليه اهوت، وابعدي عني بقى شهر ولا شهرين كمان. فواضح ان الراجل بيحس ممكن بالذنب او بيحس بالعجز، مش العجز بالمعنى الوحش يعني، بس بيحس انه مش قادر يعمل الحاجة صح. فبيحصل له نوع من انه بيتجاهل المشكلة دي ويبعد عنها خالص، ومحدش يتكلم معايا فيها. وده طبعا كلام مش مظبوط. انا محتاج اوضح لك كام حاجة. مبدئيا من ناحية الشرع، أنا مش عارف ليه في انطباع عندنا في الشرق الأوسط أو الثقافة العربية والإسلامية إن الست لو ما لبتش احتياجات جوزها هتتحرق وهتولع وهتتبهدل ويعني بترتكب معصية. إنما الراجل محدش أبدا عمره قال له فين حق الزوج الشرعي. يعني أنا وصلني رسائل كتير، الست بتقول لك أنا مش طايقة جوزي وقرفانة منه وما بيعرفش يعمل علاقة وعيش مرار، بس ما بقدرش أقوله لأ عشان خايفة من ربنا. دي ثقافة عندنا. انما الراجل بيعتبر ان هو لا، هو ما عندوش مشكلة ان هو يسيب مراته كده من غير علاقة من غير اي حاجة، هو عنده عادي. لا يا معلم، لا يا باشا، دي واجب عليك، ده حق عليك انك تلبي احتياجات الست دي. وزي ما هو حرام عليها ان هي تتجاهل احتياجاتك، انت حرام عليك تتجاهل احتياجاتها. وانت كده اصلا بتجاهلك لاحتياجاتها بتفتح عليها باب للمعصية كبير. يا اما هتتفرج على حاجات، يا اما ربما تعمل حاجه خارج اطار الجواز، فهيبقى الموضوع انت تبقى شريك معاها في الجريمه. تاني حاجه، تصورك عن الجنس كذكر او كرجل تصور مختلف عن تصور الست. مش تصور، كمان احاسيسها ناحيه الجنس والعلاقه مختلفه تماما عننا احنا كرجاله. احنا يعني الصوره الشامله بتاع الجنس عندنا هو الادخال والدب دب دب دب، ده تصورنا. واللي رسخ الفكره دي الافلام الاباحيه والعك اللي احنا بنشوفه ده. فبقى في ذهن الراجل ان انا لو ما قدرتش اعمل الدب دب دب دي بالشكل المناسب، يبقى انا كده ما بعرفش اعمل العلاقه، يبقى انا كده ايه، اعتزل بقى العلاقه واريح دماغي خالص. احب اقول لك ان انت مخطئ بنسبه 99%. في 1% انا معاك فيه، بس 99% يعني ممكن نقول 100% انت غلط. الجنس عند الست حاجة مختلفة خالص، والإدخال اللي انت قلقان منه ده ربما بيمثل عند الست 10%، 15% بالكتير قوي. بالنسبة للست لما تقول لها صباح الخير وتبوسها، ده علاقة جنسية. مش دي علاقة، لا، ده من ضمن الإطار بتاع العلاقة الجنسية. لما بتكلمها كلام حلو طول اليوم، ده من ضمن العلاقة الجنسية. اما بتحضنها وهي في المطبخ بتطبخ واقفه بقى لها ساعتين ثلاثه بتلف لك في كرومب ولا في مش عارف ايه، الحضن ده عند الست ده علاقه جنسيه. البوسه الحلوه اما بتبوسها لها، مش البوسه الواحده، لا، البوس الحلو اللي انت بتبوسه طول النهار ده عند الست علاقه جنسيه. ربما اللي انا بقوله ده باهميه، اهم، لا مش باهميه، اهم من الادخال اللي انت مختزل السكس او العلاقه الجنسيه في الادخال. لا، ده هو بالنسبه لها اللي انا بقوله ده اهم بكتير من الادخال اللي انت بتخاف منه. انا عارف انت بتخاف من الموضوع ده عشان عندك مشكله، فانت بتخاف منه. لما بتكلمها كلمه حلوه او تشكر في الاكل او تلطف الجو، ده بيعتبر عند الست ضمن العلاقه الجنسيه. طيب وصلنا بقى للسرير وهنعمل علاقه. انت ممكن تعمل كل حاجة من غير الادخال. اعمل يا سيدي كل حاجة صح، واعمل الادخال ده غلط. يعني بص صح وحضن صح وداعب صح، واستخدم ايديك ولسانك وبقك وودانك وشعرك. بص استخدم كل حاجة، ونط هنا ونطط هنا وطلع ونزل، واعمل كل حاجة. ويا سيدي الادخال اللي انت عندك مشكلة فيه ده اعمله بالطريقة اللي تناسبك. لو عندك يعني 10 ثواني ادخال، ويتخيل كمان مش احنا شاريين.
طبعا في حد يقول دلوقتي طب ما يروح لدكتور يتعالج، طب ما يجيب برشام من الصيدليه. احنا بنفترض ان الراجل قفلت معاه. ما هو لو هو على باله اصلا يجيب برشام ولا يروح لدكتور ما كانش الفيديو ده بقى له قيمه اصلا. فاحنا بنتكلم عن الناس اللي هي متجاهله الموضوع خالص، اللي هو بيعيش مع الست كانه مش شايفها. علشان ايه؟ علشان الراجل عنده مشكله جنسيه وحاول يحلها مثلا ما اتحلتش، فاحنا معاه للاخر. انت ممكن توصل الست للاورجازم زي ما قلنا 100 مره قبل كده من غير الادخال. و60% من الستات اصلا، بمعنى ان غالبا مراتك واحده منهم، مش محتاجه الادخال عشان توصل للنشوه. واقول لك معلومه غريبه شويه، في بعض الستات الادخال ده عبء عليهم، يعني هم يتمنوا العلاقه ما يكونش فيها ادخال اصلا. في بعض الستات كده، يعني نسبه كبيره، مش 3 4، لا، في نسبه كبيره من الستات عايزه العلاقه الخارجيه دي بس، مش عايزه الاكشن الاخير ده. فاللي انا عايز اقوله لك انك ما تقفلش الباب كله. يعني طالما انت مثلا ما عندك مشكله في الادخال او في الانتصاب او في سرعه القذف او كلام من ده، ما تقفلش الباب وتسيب الست جعانه. والست حواليها اكل في كل حته. الست بتمشي في الشارع بيتعرض عليها اكل، تعالى يا ست يا جعانه عندي اكل محترم، عندي اكل يعجبك. وبتشوف على النت وبتشوف هنا فالست محرومه وجعانه والاكل موجود في كل حته، بس للاسف انت الوحيد المسؤول عن الاكل. فلما تحرمها من الاكل يبقى دي حركه، ده ربنا يحاسبك عليها وتتشوي في جهنم يا بعيد لو حرمت الست. وانا حابب امثل لك الموقف اللي انت بتعمله ده بأب مثلا. أب راجع بالليل، المفروض إن هو هيجيب عشاء، فهو كان ناوي يجيب كباب وكفتة على العشاء، عشان هو شايف إن العشاء ده لازم يبقى كباب وكفتة. فالراجل بيدور في جيبه ما لقاش فلوس تكفي الكباب والكفتة. الراجل ده المفروض يعمل إيه؟ يروح يجيب حاجة تانية، يجيب طعمية، يجيب بيض، يجيب أي حاجة. لا، الراجل ده بقى دماغه جزمة وقال لك والله أنا معيش فلوس للكباب والكفتة، طب والله ما في أكل بقى ولا في عشاء ليلادي. طب يا عم، طب ما نجيب على قد الموجود، شوف معاك فلوس قد ايه وجيب بيها عشاء والناس تنام شبعانه. يقول لك لا، انا ما عنديش انتصاب فما فيش حد ينام شبعان، خلينا نقعد كده. يا عم عدي جيب لك شويه فلافل وشويه بيض ونروح ونتعشى والعيال يتعشوا والناس كلها تتعشى وتنبسط بالموجود. يقول لك لازم كباب وكفته، ما فيش كباب وكفته مش هناكل. او انت نفس الموضوع برضو، كانك بتقول انا لو عندي قدره كويسه هنعمل علاقه 100 100، ما عنديش قدره يبقى مش عاملين حاجه خالص. ما حدش كلمني بقى، ما حد، ابعدوا عني يا جماعه، أنا الموضوع ده مش مريحني، ابعدوا عني. لا، الامور ما بتحسبش كده. الست محتاجه كل تفصيله. يعني انت لو مشلول خالص ومش عارف تلمسها حتى، اتكلم كلام كويس، يعني سمعها كلام حلو. يعني شوف الست عايزه منك اي حاجه، كل تفصيله عند الست بتتكتب وبتتحس. مش زينا احنا شويه، عندنا الموضوع غريزي قوي، عايز بص يخش ويضرب نار وخلاص. هم عندهم لا، كل كلمه بتتحسب حلو. والله ده كلمني كلمه حلوه النهارده، ده بسني النهارده، تلاقي الست بص مزنهره كده عشان سمعت كلمه حلوه منك. انما احنا ما كانش يبقى كذا ما بنحسش ان احنا عملنا حاجه، لازم دماغي والف جزمه ان انا لازم اعمل الحاجه الفلانيه. لا، هم مش كده. فيا حبيبي انا بس اللي طالبه منك انك تعمل اللي تقدر عليه، والله العظيم مراتك هتنبسط. هتبقى انت بص كامل الاوصاف، تقول له الراجل ده والله بيسمعني كلام حلو، واحلى بوسه في الدنيا، واحلى حضن، واحلى لمسه، واحلى غمزه، واحلى مش عارف ايه. بس هو بس يعني عنده الحاجه البسيطه، بص عنده الحاجه البسيطه دي، ان بيجي بس وقت مش عارف ايه بيبقى مش عارف ايه بس. انما دلوقتي لما انت تبقى بايع القضيه كده وقافل الباب كله، هتقول عليك ايه؟ الراجل اللي انا عايشه معاه زي لا مؤاخذه ولا بيحس ولا بيحترم نفسه. انا لما اروح اخونه دلوقتي مش حرام عليا مثلا، يعني مش بقول لها تروح تخونه كده، بس يعني او يبقى شريك معاها في الحرمانيه. فارجوك ما تتجاهلش الست اللي معاك تماما، واعمل اللي تقدر عليه. واللي هيطلع منك والله الست لما تشوف ان انت عامل اللي عليك والله هتحبك اكتر، وهتنبسط بالفول والطعميه اللي انت جايبهم، وهتستمتع بالفول والطعميه ربما اكتر من الكباب والكفته. وعايز اقول لك على حاجه، لسانك ده ممكن يكون اعظم اختراع في جسمك كله. مش اللي بالك فيه، لا، ممكن يكون لسانك بالكلمه الحلوه في التوقيت المناسب. وفي حاجات تانية ممكن تعملها بلسانك أحسن من حاجات تانية ممكن تعملها بحاجات تانية. فلسانك ده موهبة أنت مش واخد بالك منها خالص. أرجوك استخدم لسانك، وأتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالفلافل والفول والبيض اللذيذ اللي أحسن أحيانا من الكباب والكفتة.